السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ويا رب تكون حلقتنا بتعجبكم. النهاردة هنتكلم على طريقة جديدة لعمل الفراخ بطريقة جديدة وسهلة علينا. يا رب تعجبكم. واول حاجة معانا فرخة 1.5 كيلو، ومعانا بصل صغير خالص مش مخرطينه، ومعانا بطاطس نفس الحكاية برضو صغيرة خالص، ومعلقتين من الصلصة، ومعلقة من التوم، ومعانا من البهارات معلقة ملح، معلقة كمون، معلقة فلفل اسمر، معلقة بهارات، معلقة من الكاري، وربع كوباية من الزيت، وعصرة ليمونة، ومعلقتين من العسل. دي كل المقادير اللي احنا هنحتاجها. اول حاجة هنجيب معانا بولة اهون، وهنفضي فيها معلقتين الصلصة، وعليهم معلقة العسل اهو. هنفضي عليهم معلقتين من العسل. العسل هنا مش هيدي معانا حاجة مسكرة ولا حاجة، بالعكس ده العسل هيظبط معانا الطعم جدا وبيخلي لونها جميل قوي. وهنا هنفضي كمان معلقة التوم، معلقة واحدة بس من التوم كفاية قوي، ومعاه كمان ربع كوباية الزيت اهو، ونقلبهم كويس جدا لحد ما نحس ان هما اتجانسوا مع بعض. ونحط كمان عصرة الليمون يا جماعة مش هتبان في الطعم، بل بالعكس ده بتدينا طعم جميل قوي في الاكل وبتظبط الاكل قوي. بس نحاول نحوش منها البذر وما نحطش التفل بتاعها برضو عشان ما يديناش مرارة في الاكل. التفل بيدي مرارة في الاكل. وهنا زودنا البهارات اللي احنا قلنا عليها اهو، هنقلبهم قوي مع بعض. هنقلب البهارات لحد ما نحس ان الملح داب تماما، وان العسل برضو داب معانا عشان ما يبقاش فيه تكتلات في الخلطة. كده دابوا مع بعض قوي. ولو حابين تزودوا معلقة من الكاتشب برضو هتدينا طعم جميل جدا. هنقلب هنا كويس قوي مع بعض اهو. وبعد كده بقى هنقوم نزود الفراخ في قلب الخلطة، وهنخلطها جامد قوي مع الخلطة. نخلط الفراخ جامد قوي مع الخلطة، ونقلب معاها برضو البصل ده يا جماعة صغير خالص مش كبير، عشان برضو يستوى معانا. لو كبير مش هيستوى عشان احنا سايبينه بحاله، لا احنا عايزينه صغير خالص بحيث ان هو يستوى معانا. ودي شكلها النهائي اهو. هنسيبها تقريبا انا عملتها من الساعة 9، حطيتها في الفرن الساعة تقريبا 12، يعني سيبناها حوالي 3-4 ساعات في التتبيلة عشان ياخدوا من طعم التتبيل. هنسيبها ونرجع نوريها لكم تاني بعد ما نيجي نحطها في البايركس اهو. ده شكلها بعد على الساعة 12 كده. خلاص كنا وصلنا للساعة 12. فضيتها هنا في البايركس، وهنغطاها بورق فويل عشان نحبس الحرارة فيها خالص. وهنا احنا مشغلين الفرن على درجة حرارة 180 عالية جدا. وهنغطاها بالورق الفويل اهو. هنا غطيناها بالورق الفويل، وهنسيبها في الفرن تقريبا حوالي ساعة. وبعد الساعة هنكشفها عشان خاطر اللي تاخد وش. هننقلها من تحت تاخد وش بقى فوق اهو. وهنا بعد ما نخرجها من الفرن هنخرج تاني، هنوريها لكم تاني بعد ما تخرج من الفرن. شكلها جميل جدا وطريقة سهلة خالص، جربوها بس اهو. هنا كنا خلاص خرجناها من الفرن بعد تقريبا ساعة بالظبط. قفلنا عليها من تحت وطلعناها فوق عشان تاخد وش. هنا كمان انا هوريكم سويا كان جميل جدا جدا، وكانت المية اللي فيها نشفت خالص، كان سويا خفيف خالص خالص اهو. هنا خلاص كنا عملنا معاه كمان طبق رز بشعرية. ووريكم هنا اهو سوي البطاطس وسوي البصل، كانوا الاتنين استووا خالص اهو. مش عشانهم ما تقطعوش ما استووش، لا احنا هنا لما قفلنا بالورق الفويل فالصهد سوى الاكل معانا خالص، خلاه مستوي خالص. مش عشان هم بحالهم، لا هم كده او كده بيستووا معانا لان احنا حابسين الحرارة. وده شكل الاكل معانا. يا رب يعجبكم ويا رب تكون طريقة سهلة، جربوها جدا خفيفة قوي وتصبحوا على خير.